طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ماما حياة. طبعا النهاردة عشانا النهاردة مكرونة وبانيه. البتاع ديت الحلة اللي انت قلتوا عليها الصغنونة اهي دي عملنا فيها تاني المكرونة. والله يا جماعة الحمد لله على كل شيء. انا قلت لكم الحلل دي مستعملة والحمد لله، لما ربنا يفرجها والله هجيب. طبعا فعلوا لي الجرس وعشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لي اشتراك على القناة اليوتيوب وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك عشان القناة تكبر، عشان اقبض بإذن الله. وايه بإذنك يا رب يكون معايا فلوس كده بإذن الله، بإذن الله ربنا ييسر الحال واجيب لي حلل بإذن الله. طبعا دلوقتي استحالة ومستحيل اجيب حاجة بالقسط. انا تعبانة وعندي القلب وبتعالج يعني، وعندي بتاع دوت وعندي الغضروف. ما ينفعش يا جماعة اروح اجيب حاجات بالقسط وانا بجيب علاج. الحمد لله هكمل لكم بعدين. دلوقتي بعد ما سلقت المكرونه وشطفناها، دلوقتي في بصلايه صغيره عشان تدي طعم حلو لتسبيكه الطماطم، تبقى مسكره، النكهه بتاعتها تبقى حلوه. احنا كنا بنعملها ساعات بفصين توم اعملها، عيالي قالوا لي لا مش هينفع بالثوم. بقيت ان دي طريقه اختي شفتها بتعملها ببصل، بقيت اعملها على طول. والحمد لله يا رب العالمين. ربنا يدومها علينا نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال بإذن الله. ويا رب ربنا يكرمنا بإذن الله. هنحط الزيت اهو عشان تتحمر. طبعا انا من قيمة 5 سنين بدأت حياة جديدة. طبعا ما كانش عندي حاجة طبعا والحمد لله. وقعدت في شقة قانون جديد والحمد لله. وبعد كده قعدت انا وبنتي دلوقتي الحمد لله قاعدين في قانون جديد. ربنا يفرجها علينا باذن الله، القناه تكبر ونشوف لنا حتى لو اوضتين وصاله. يعني بيقول لك لو بيقول لك في مثل يعني فدان شرك، لا بيقول لك ايراد ملك ولا فدان شرك. الحمد لله. طبعا فرمت الطماطم اهي، البصله اتبلت وحطيت عليها الطماطم. دبلت مش اتبلت، دبلت البصلايه، دبلت شويه معلش يا جماعه. دبلت على فكره بتدبل، ما بحمرهاش، مش عايزاها متحمره زي بتاعه الطبيخ لا، عشان تطلع حمو مع هنا بقى مع الصلصه. دلوقتي دي تتبيله بصلايه اسمه ده طماطمايه وفلفلايه رومي وفلفلايه حار. هنا بقى جنزبيل، بابريكا، قرفه، ملح، كمون، كزبره قصدي ناشفه، حبه صغننه، وسبع البهارات. وفرمتها اهي. ودي تتبيله البانيه. بس دي تتبيله البانيه. بصوا يا جماعه تتبيله البانيه سهله، وفي كذا طريقه للبانيه يعني التتبيلات. في ناس بيعملوه ببصله بس وحطيت هنا ملح في ناس ما بتحبش الطماطم فيه، في ناس بتتبله بملح، فلفل اسود، ملح وفلفل وبهارات وبس على كده. حتى البصل ما بتحطوهوش. في ناس بتحط فصين توم. يعني كل واحد وطريقته في الاكل يا جماعه. دلوقتي تنظيفه محلول البانيه. اللهم صل على سيدنا محمد. جنزبيل وقرفه وليمونه. وبتحطي خل؟ لا ما بحطش خل. وبتدعكه اهو وهسيبه نص ساعه. حطيت له حبه ميه صغننه وسبته بقى سيبه منقوع نص ساعه. كل واحد بقى طبعا ما بيكون مستعجل، ممكن نص ساعه ممكن ربع ساعه. تقومي شطفاه ومتبلاه وقليه على طول. اهي التسبيكه السبيكه اهي. هتحط المكرونه باذن الله. دوقتها هنا بقى كنت بشوف اسمه ده عايزه ملح ولا لا. وهو ادي البانيه اهو بوريه لكم، هو فردته وبوريه لكم التتبيله كلها دخلت فيه. والحمد لله ربنا الحمد لله على نعم ربنا. ادعوا اهل غزه ربنا ينصرهم وربنا ينصرهم. حط لي قلب. وباذن الله ربنا يكرمهم ويرفع عنهم البلاء باذن الله. ويا رب باذن الله يوقف معاهم يا رب. الناس الجميله تدعمهم حتى لو بالكلمه الكويسه، يقفوا معاهم. الدعاء اللي في امكانه يساعد باي حاجه يساعد. اللي مش في امكانه يساعد الدعاء عشان يرفع البلاء عنهم باذن الله. وربنا يا رب يقف معاهم يا رب.
يا رب يا عشان رب. متبهدلين والله العظيم يا عيني، انا لما بشوفهم بزعل عليهم. الحمد لله الحمد يا لله. رب. ربنا يكرمهم ان شاء الله باذن الله، ربنا ينصرهم نصرة محمد باذن الله. هنا بقى حطينا المكرونه اهو. حطينا المكرونه اهي شويه بشويه، هتقلبها. والله يا جماعه المكرونه والله العظيم بتفرش. هي بتجيكم المكرونه كتيره والحله صغيره. طبعا الكاميرا التصوير بيخلي الحاجه يضخمها. طبعا المكرونه دي هي خدت منها شويه، سلقت كتير، هتاخد منها شويه، هتعمل تجربه تاني يعني، تعمل مكرونه تاني، وبقى في فيديو تاني هتقول لكم عليه. المهم ما علينا، الحمد لله. وده غدانا، ده اكله خفيفه الحمد لله، ربنا يدومها علينا يا رب. طبعا امي اكلت المكرونه بصلصه. انا ما باكلش بانيه. انا اكلت بانيه، بس البانيه فضل يعني كام وحدايه يعني، مش كل ده هاكله انا وجوزي. هي قالته كله عشان ايه؟ بس عشان الجو حر، المطبخ حر. في رجاله بقى ايه تحب بقى لما تصحى الصبح تحط لها حته وتاكلها على الصبح، في رجاله كده. انا جوزي من النوع ده. معلش بقى. في ناس يا حسن لو كنت بتسمعني معلش ما تزعلش مني. في ناس بتحب تاكل اللحمه الصبح والفراخ، وفي ناس بتفطر طبيخ. ايه ده يعني مش كله، يعني في ناس كل واحد عايده بقى. بتحب تاكل كده الصراحه. لا المهم يعني كبروني القناه كده وقفوا معايا، عشان القناه عامله زي السحلفه. ايوه اليوتيوب زي السلحفاه الصراحه. بتقول لكم حطوا له لايك، وحطوا له قلب، حطوا له قلب كتير، واشتركوا. هنا ده الفيجيتار ده، لا فيجيتار ده جايباه من عند ولاد غيطه، بس تحفه 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 تحفه، وحياه ربنا. على مره هكتب لكم في صندوق الوصف هم فين بالظبط. هم في المطريه، وعندهم حاجتهم حلوه، البهارات بتاعتهم من اول ما تنزل من العربيه من ميدان المطريه تلاقي الروايح بتاعتهم بقى. والميدان برضو المطريه برضو احلى فيه. الراجل ميدان اسمه ايه، ميدان الزهراء تقريبا اسمه كده، او ميدان المطريه بتاع اسمه ده اللب. يا لهوي ده كنت انا وصغيره كنت اروح اجيب من عنده. هنصور لكم من الاثنين باذن الله، واللي عايزينه احنا تحت امركم، وربنا يوفقنا جميعا باذن الله. انا حطيت قطعه البانيه، بس قطعه البانيه كبيره. هنا كنت بوريكم شكلها التاني. ربنا يوفقنا باذن الله. عايزه اربي والله شويه فراخ يا جماعه، وبنتي مش راضيه. انا بحب الطيور، انا كنت مربيه، وكان الحمد لله الواحد بيطلع كده بقلب مليان كده ايه من الفريزر ويعمل بقى. عايزه اعمل لكم ايه، اجيب اربي واعمل وصفات بقى ايه البانيه. مفيش تربيه باذن الله يا جماعه، خليكم معايا، انا مش معاها. لا يا ستي ما تربيش يا ستي. عايزه اربي خلاص، الشتاء قرب يجي، والفراخ بتبقى حلوه في الشهوره ديت، مش بتعوز يعني ايه دفى كتير. يومي مش هينفع يا وانا بحب الطيور الصراحه، انا بحبها جدا، بحسها عيالي. وبتحب القطط. انا بحب اي حاجه كده، طيور، حيوانات، عيال، اي حاجه بحبها فيها روح. الحمد لله. الحمد لله والله العظيم. انا عايزه نفسي اربي لي معزه، ونفسي اربي لي خروف. ليه كان نفسك تربي كلب؟ وعايزه يعني ايه باذن الله، باذن الله والله العظيم يا جماعه، والله العظيم نفسي 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 يجي عليا العيد الكبير كده، يعني اذبح لله كده خروف. بتمناها والله من ربنا باذن الله. يعني هي حاجه بالنسبه لي كبيره، لكن عند ربنا حاجه صغننه قوي، طلب صغير يعني هيدهوني ربنا. والله العظيم انا بالنسبه لي كبير. انا نفسي والله العظيم اطلع حاجه لله والله. انا نفسي كمان القناه برضو تكبر باذن برضو الله، عشان انا بتعالج برضو. وادعوا لبنتي يا رب، وادعوا لبنتي يا رب كده بالذريه الصالحه والله العظيم. طبعا لما كانت بتبقى حامل بتروح بتاكس رايح جاي، طبعا باذن الله لما القناه تكبر طبعا ايه باذن الله هساعد معاها يعني. الحمد لله. مش بيقول لك النوايا تسند الزير على راي الصعايده. الحمد لله والحمد لله على كل شيء. والله العظيم انا طالبه منكم انتوا بناتي واولادي، وكنت اخواتي يعني بنتي او اختي، ربنا يكرمنا جميعا يا رب. انا عشمانه فيكم. الاول الواحد بيحشم في ربنا وبعدين في المخلوق، والحمد لله رب العالمين. والواحد يقول يا رب، وبالصبر كل حاجه بتيجي باذن الله.
مفيش واحد يعني من يوم وليله كده بيحقق اللي هو عايزه بالصبر باذن الله. طبعا انا عشان بقول لكم على الحلل ليه، عشان والله العظيم انا مش في مقدرتي اهي بتقول لكم اهو. هنا بقى لو كنت وصلت هنا بقول لكم اسمه ده شكرا من كل قلبي والله. انا والله مش في مقدرتي ان انا اجيب حلل. دلوقتي هتعمل سلطه ايه، طرنشوط سهله يعني سريعه. طبعا انا مش في مقدرتي اروح اجيب حاجات بالقسط يا جماعه. انا بقول لكم لسه بادئه حياه بقالي 5 سنين. من زمان امي بتقول لي افتحي القناه، ومن بدري يعني بقالي 5 سنين وانا اقول لها افتحها لي افتحها لي افتحها لي، وهي تقول لي النهارده بكره النهارده بكره، ولما اذن ربنا الحمد لله. يعني عايزه اقول لكم فيها مخاطر برضو. هي بص اقول لكم على حاجه، هي القناه الحمد لله رب العالمين في مخاطر وفي هي فيها رزق. هي فيها رزق بس فيها حاجه، فيها عيوب وفيها مميزات. نقعد مع بعضينا كده لما نفتح لايف، نقعد مع بعضنا ستات وبنات وبنقول ايه مخاطرها وعيوبها ومميزاتها. الحمد لله يا رب. والحمد لله على كل شيء. ربنا يعديها علينا بالسلام وبستر وبتيسير الحال وبأمة محمد يا رب. ربنا يقوي ايماننا كلنا جميعا. انا هحط فلفل حطينا ملح وملح وحبه خل صغيرين. دي كده السلطه بتاعتنا دي السهله البسيطه. الحمد لله يا رب. واكله خفيفه والحمد لله. لايك. وحطوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومع السلامه يا حبايبي. مع السلامه. مع السلامه.